ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم طبق الرز بلبن ده باللوتس وبالشوكولاته، يا رب يعجبكم. انا هولع الرز بلبن. دي كوبايه رز منقوعه في حوالي كوبايتين ميه سخنين. انا بنقع عليه الرز علشان النشا اللي فيه تنزل ويستوي كويس، ولما يستوي بقى بتبقى الحبايه بتاعته احلى، ما بتبقاش ناشفه. فاحنا هنا هنسوي الرز وبعدين هنرجع نحط بقى ايه مكونات الرز بلبن. احنا هنفضل كده لغايه ما الرز يستوي. ما عندناش خطوه ما عندناش وقت محدد للرز، الرز ده انه يستوي. وقت ما بيستوي انا ببتدي اتعامل بقى ان انا احط اللبن واحط المكونات بتاعته. دلوقتي بقى مقادير الرز عندي. انا حطيت كوبايه رز نقعتها لمده ساعتين في ميه سخنه، وبعدين انا عندي كوبايه الا ربع سكر، وعندي حوالي يعني وش اللبن بيبقى القشطه اللي عندي، يعني دي هستخدمها برضو، وعندي لتر ونص لبن حليب. بحب دايما استعمل اللبن الحليب في الرز علشان بيبقى احلى من العلب. انا اللبن العلب ده ما بحبوش، يعني بفضل اللبن الحليب طبعا. وعندي اضافه كمان للرز بلبن في الاخر، هحط معلقتين حليب بودر. وكمان الرز بلبن ده يا جماعه المره دي انا هعمله مختلف شويه. انا هعمله ببسكوت اللوتس، وهعمل جزء منه بالشوكولاته، وجزء ساده طبعا. ولو عندي مكسرات، عندي يعني اي حاجه فاكهه احطها على وشه ممكن. وفي كمان طريقه ان انا بعمل رز بلبن وادخله التلاجة وبعدين اطلعه واكون عندي ايس كريم، اروح حاطه عليه الايس كريم، بيبقى حلو قوي قوي قوي. هنا الرز بعد ما استوى واتاكدت انه استوى تماما، هاجي اعمل اجيب اللتر اللبن اهوت. نعلي النار. انا كنت طبعا موطيه النار علشان الرز ما يلزقش. هحط السكر بقى. السكر يا جماعه انا بظبطه على زي ما انا عايزه يعني. ده كوبايه الا ربع سكر. عشان ازود دسامه الرز بحط معلقه لبن بودره. ده بقى بيديكي طعم المحلات بالظبط، بيبقى نفس طعم الرز بلبن بتاع المحلات اللي الناس بتحبه. طبعا كمان الرز بلبن يعني في البيت لا يعلى عليه. ممكن احط له كريم شانتيه كمان بودره، بس انا ما يعني مش عايزه ازود الدهون فيه. وبعدين عندي القشطه اللي انا كنت شايلها من اللبن بستخدمها رخره، ما بسيبش اي حاجه. القشطه اهي كده، بصوا ادي القشطه. القشطه دي بقى بتخليه طعمه تحفه. وطبعا انا عندي بعد ما يغلي عندي الربط بقى اللي هو معلقتين نشا، بدوبهم في حبه ميه صغيرين او حبه لبن، واروح حطاهم فيه يعمل عمليه الربط ما يفصلش. يعني انا لو حطيت له ماده الربط دلوقتي هيجمد، انما هو الرز مغليش، لازم يغلي غلوتين كده وبعدين احط له النشا. وبقى احرك كده بالمعلقه علشان يعني ما يشبطش كده في الحله من تحت ويلزق. احب اقول لكم يعني ان انا بحب اكل قوي قعر الحله، اللي هو الرز لما بيلزق فيه بيبقى طعمه تحفه تحفه. انا مستنيه يغلي بس كده. دلوقتي هو غلي اهو، ابتدى يطلع فقاقيع. دي اخر خطوه في الارز ابو لبن. بصوا الربط اهو ابتدى اهو النشا بقى تمسكه. شايفين اهو تقل اهوت كده. جميل جميل جميل. على فكرة انا ما بخليهوش يجمد، يعني ما بخليهوش يبقى جامد
علشان هو لما بيبرد بيجمد، فما ينفعش ان انا عايزاه كده اهو. بصوا عامل ازاي. هقلبه بس شويه كده دقيقتين، وطي النار شويه واقلبه علشان يبقى خد التسبيكه بتاعته. وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. وعلى فكره ممكن كمان يعني اي حاجه نفسكم تسالوني فيها على اكل وانا ارد عليكم، ابعتولي وهرد عليكم. اي حاجه تحبوا تعرفوها في الاكل انا مستعده ان انا ارد على اي حد. دلوقتي انا بسيبه يستهدى شويه، بس انا عندي بقى ايه، عندي مثلا بدل ما احط المكسرات، مش كل الناس بيحبوا المكسرات يعني، جبت بسكوت لوتس وكسرته وهزوق بيه، وهزوق بالشوكولاته كمان. ودلوقتي بقى هبتدي معاكم التزيين. زي ما انا قلت لكم ان انا بجيب بسكوت اللوتس اكسره، بصوا كده بقى ابتدي اعمل كده اهو. فكره تقدروا تستعملوا اي نوع بسكوت، ولو حضرتك يعني عايزه مثلا تبقى البسكوت ده طعمه بالقرفه، جيبي اي نوع بسكوت شاي وكسريه وحطي عليه حبه قرفه، هيبقى هو نفس موضوع بسكوت اللوتس. باين كده نص الصينيه بالبسكوت اللوتس. بسكوت حلو قوي قوي، بيعجبكم وبيعجب العيال الصغيره كده. والنص التاني ده انا هعمله شوكولاته. وبعدين هنحط كده في التزويق حلو كده. وبعدين هتشوفوا بقى صوص الشوكولاته ده، انا بجيب اي نوع شوكولاته على فكره وبسيحها انا. بصوا برضو الطريقه دي لذيذه قوي اهي. شوفوا بصوا كده، حط كده الطريقه دي. بصوا الحلاوه كده اهو. على فكره اولادنا هيحبوا الحاجات دي قوي، لان هما بيشوفوها في المحلات ويجيبوها، وانا ما بحبش الشوكولاته ولا الحاجه بتاعت المحلات دي اصلا. فانا كل فتره كده اعمل لاولادي حاجه في البيت. رايكم؟ عايزه بقى تكتبوا لي رايكم في الشكل العمومي، ولايك وشير والاشتراك في القناه.